صباح الخير، شلونكم حبايب قلبي؟ طبعا اليوم جايبلكم دورة تعليمية للفوتوشوب، شلون تنقل صورة او جسم من مكان لمكان ثاني. هذا برنامج الفوتوشوب. انا استخدم برنامج فوتوشوب النسخة السابعة، يعني احسها هي اسهل شي موجودة من باقي النسخ مالتها. نفتح برنامج فوتوشوب، ننتظر ثواني. هاي واجهة برنامج الفوتوشوب. طبعا برنامج فوتوشوب اللي عندي بالعربي، اكو بالاجنبي واكو بالعربي، فيتميز بلغتين. هاي واجهة برنامج الفوتوشوب. من هنا الادوات، هاي الادوات، هاي التحديد والقص هواي شغلات بالفوتوشوب. على كل، اي مكان هنا نضغط دبل كليك، بعدين نختار الصورة اللي احنا يعني صورتنا الشخصية اللي نريد ننقل جسمها من مكان لمكان ثاني. فرضا نقول نختار هاي الصورة. هاي الصورة هي أنا قدامي. شوف الخلفية مالتها شوية مو هالقد حلوة، عشان نسوي ننقل الجسم من خلفية لخلفية ثانية. هسه نفس الحالة، ندوس دبل كليك هنا ونطب على الصورة الشخصية اللي احنا نريدها، يعني الصورة الطبيعية أو اللي نريد ننقل جسم من مكان إله. نختار أي صورة تعجبنا. فرضا هاي الصورة حلوة. هاي الصورة بالنسبة لي راح انقل نص الجسم، لأن ويا هاي صورة ترى نص الجسم مو كله. فمن هنا أداة التحديد نضغط عليه كليك، ونجي للصورة نحدد مكان اللي نريد ناخذه. فرضا خلنا ناخذه من هنا. طبعا ندوس كليك بالماوس ونظل دايسين ونجر الماوس. نحدد. بعد ما حددنا المكان اللي نريد ناخذه، نجي ندوس هنا كليك، أداة التحريك. شوف طلعت على شكل مقص. ندوس هنا اي مكان، ندوس كليك ونظل دايسي ونجر. هاي الصورة انتقلت طبعا هنا. عاد هنا نصغر شوية من حجم الصورة حتى نقدر نقص الزايد اللي بيها. طبعا من هنا نكبر الحجم، نكبره ونصغره للصورة. هسه تبقى اصعب شي هي قص الزايد، هذا وهذا وهذا، من أداة الممحات. هاي الأداة اسمها الممحات، ندوس عليه كليك، نجي هنا ندوس كليك ثاني. من هاي الشريط نقدر نكبر الدائرة، هيك نكبرها شوية شوية قاعد تكبر. هاي ورا ما نختار القياس المناسب الدائرة، كليك ونظل نمسح، نظل
دايسين على كليك ونمسح، بس شنو لازم ننتبه. هسه ناخذ الزايد، فش اسوي بيج حالة؟ اجي هنا حذف، نعم رجع شوية، حذف، نعم رجع. هاي رجعنا الخطوة اللي مشينا بيها طلعت غلط، ونكمل المسح مالتنا عادي. طبعا لازم ننتبه اكثر. من نمسح قد كبر الصورة شوية حتى من نمسح ناخذ راحتنا اكثر بالمسح، لا نغلط. هاي الطريقة كل المصورين يستعملوها، بس اكو طريقة يعني بعد هو كل مصور وطريقته. وعلى فكرة انا شغلت مع مصور، بس هاي الشغلات استعملها لونسة، مجرد معلومات اتونس فيها. شوف المسح شلون صار اسهل. هسه نمسح هذا، من نقرب الصورة يقوم التحديد مال المسح مالتنا يكون اسهل. طبعا نركز من ناحية الاذان والشعر. لأن أي خطأ يصير حيصير نشاز على الصورة، فلازم نركز. طبعا هذا الشي يعتمد بعد على أعصاب الإيد طبعا. كل واحد هو وأعصابه، يتحمل يركز عليها، يخلي الدائرة ثابتة بحيث يجي بعد للعلا. شوية منا نعدل عادي، احنا نقدر نشتغل شلون ما نريد وشلون ما يعجبنا. مثل قصة الإذن، نرجع خطوة. اي شوف الاستعجال شو يسوي، طيرت إذني. صحيح شوية نزلت بالصورة، بس عادي يعني هالشي ما راح يكون له تأثير كبير.
ترجع الصورة وتعدلها، تحط القياس المناسب لها. هسه بقت اشياء بسيطة. هذا المكان فرضا نقرب الصورة عليه، ننتقل اليه، وهذا هو انتهينا من الشرح، وهاي النتيجة. شوف هناك شوية زيادة هم نحذفه وننتبه عليه. هاي نتيجة الصورة. طبعا منها تقدر تنقلها، ندوس كليك تنقل، ومنها تصغر تكبر. وهاي النتيجة. لازم ننتبه على الحواف لانه تصير نشاز للصورة، واحنا بكل حال لازم نبين انه هي كأنما طبيعية الصورة، ما بيها اي تلاعب. وهاي النتيجة، وشكرا لحسن متابعتكم. تحياتي، هوس العراقي.